اليوم موضوع آخر يتعلق بتصحيح المفاهيم، وهو الحكم على الناس من خلال المظهر تاعهم. والله نشوف واحد كيما خونا هذا، والله كيما انا هكذ موش داير لحية، قال هذا ابعد الناس على الدين. نشوفه لابس كوستيم وداير كرافاطه وكارفان مليحه وعاد نروح وفاليز دبلوماتيك، نقول هذا الصلاه ما يصليش، يجي في بالي هكذا. ولكن نشوف واحد داير عمامه وداير لحيه وكذا، نقول هذا ولي الله. الحكم على المظاهر خطأ. الله عز وجل حذر نبيه من الحكم على المظاهر. إذا كان المنافقون يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئات حسنة وكلام طيب، الله تعالى يقول له وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يقول لنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ربي، يقول له أنت إذا رأيت هؤلاء المنافقين ونظرت إليهم تعجبك أجسامهم، هيئات ما شاء الله عليهم سيما الإسلام، وإذا يتكلمون بكلام طيب فترتاح إليهم وتطمئن إليهم، لكن الحقيقة غير هذا. لا ينبغي أن تحكم على ظاهرهم، بواطنهم تخالف ظواهرهم. ما الذي يميز بين الظاهر والباطن؟ ما الذي يجعلني أعرف الباطن تاع الإنسان؟ الامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا. إذن بالاختبار الامتحان كان يبانوا هذا المنافقين في زمن الشدة، حينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنفقوا على فقراء المسلمين، أنفقوا على الجهاد، يمسكون أيديهم، يقبضون أيديهم، ما ينفقوش، بل يتعدون إلى الكلام البذيء الفاحش الذي لا ينبغي أن يقال. وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. يعني فيما بيناتهم قال ما تنفقوش على فقراء المسلمين وباش يروحوا.